حتى شعراء الخليج على رغم الخيرات اللي عندهم وعلى رغم كل شيء متاح عندهم ما يطلع على الأمسية إلا بمبالغ باهظة تصل إلى 100,000 ريال. تأنى وشوف القصيدة هي مناسبة للنشر أم غير مناسبة للنشر، هاك الوقت انشره، لأنه اليوم هي بتاريخك راح تدخل. بل العربي لم يكن هاك المبلغ المغري. عليت سلغامش لياخذني الشوق يا ونستي وانت يا عروس الجزيرة، لو هي بنية اللي منعوها من السوق من كثر ما بنت الذين مثيرة. صح لسانك. صح. أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نلتقي في لقاء جديد ومتجدد من برنامج حكايا الناس في حكاية جديدة مع الشاعر الموهوب، الشاعر الذي لا يشق له غبار، الشاعر الذي أجاد الانتقاء وارتقى في فن الإلقاء، الشاعر الملهوب محمد الرويسي. فكان لنا معه هذا اللقاء. الله يسلمك، تشرف بقناتكم الكريمة أستاذ. هلا بك. بداية حابين نتعرف على الشاعر محمد الرويسي. من هو الشاعر محمد الرويسي؟ أولا إنسان قبل أن أكون شاعر. الأحاسيس تتحول إلى قصائد حينما يكون صاحبها مبدع. أتقنت الشعر منذ الصغر 8 أو 9 سنوات. نشأت في بيئة تساعد على الشعر، طبيعة، ابن ريف. سكنت المدينة لكن لم تجذبني كالريف، طبيعة وتعطي أجواء جميلة للشعر والقصائد والخيال الواسع. فأتقنت الشعر من خلال هذه البيئة المناسبة حتى أصبحت شاعرا متمكنا مما لدي. أستاذ محمد الرويسي، للشعر ألوان، ما هي الألوان التي تجيدها أو التي تتقنها أو التي تبدع فيها أو التي تجد نفسك فيها مبدع؟ أجد نفسي في جميع الأنواع، ولكن أتطرق محبذة إلى قلبك أكثر شيء. أتطرق للمديح أو الغزل أو الفراق، هذا ما يقرب للقلب. أستاذ محمد، بالآونة الأخيرة انتشرت لك قصيدة حلوة ورائعة من الإلقاء والإتقان، وبها قصيدة مديح لشيخ القبيلة الشيخ حميدي أدهام، الله يرحمه ويحسن إليه. رحمه الله. نعم، قصيدة انت الوطن. نعم. حابين نسمع هاي القصيدة منك وبإلقائك نفسه. أبشر. ما همنا كبر الدول والحلايف، لا صار بول جمعنا شيخ ضرغام، وشلون ما نرقى الجبال النوايف ونغز فوق خشومها حمر الأعلام. شيخ الكرم حايز على أكبر وصايف، ما هي غريبة عنك يا خلفة دهام. يفداك كل من فخفخ بشت زايف، ويفداك كل زاني يتستر بالإسلام. يا شيخ يلي بس صدر دوم ضايف، ما خاب من ينصاك ما يوم ينضام. ضاق الفكر فيني وعجزت شفايف، إنه تسولف ما حصل من الأيام. أثقل كبار القوم صاروا خفايف، ولا الردي أصبح على الزاد عزام. قلت الشعر من خافق نحيل سايف، من شاعر كم يزعج حال الأكرام. يا شيخ يلي للزعامة خلايف، بسيوف كم ماتوا تبيرين الأحلام. وكم طاغية من يدنا حيل خايف، إيه وانتم صيتكم مو بالإعلام. انتم خذيتوا صيتكم برا هايف، من فوق خيل ما كرب فارس الجام. ينحى عن ربوعه بسيفه الحايف، وتم دولة من صلفكم صارت حطام. يوم نخذك الناس ما جت حسايف، انت الذي فكيتهم من الإعدام. نذكر بعض أشباه تبكي الذرايف، ما غيرك إلا للصعيبات مقدام. انت العديد وشيختك من سلايف، الله ينصر نظرتك وإلى الأمام. وانت الوطن بعروقه بالطوايف، هو ليه أشرح هذا هو حميدي أدهام. وانا الرويسي ولد ناس عنايف، وجيت أبلغك عن روسان السلام. صح لسانك أستاذ محمد الرويسي. هاي في مجال المديح. نعم. هناك أنواع أخرى أيضا من أنواع الشعر أجدتها وأتقنتها. نعم. الحب، هل ألقيت قصائد كثيرة نسمعها منك عن الحب؟ نريد نعرف القصة اللي فجرت وألهمت إبداعك في مجال الحب فتدفق الشعر عندك كالشلال فيها. في مثل يقول اللي يهذري بالشيء يجيه. أنا كنت نعم عايش قصة حب، لكن هذريت بهالشيء هذا. الواحد يستشف يعني من أبياتك أنه في قصة. نعم، هذا فجرت الإلهام عندك. إلا ما الله كتب الفراق بيننا، فذهبت بنصيبه وكل نسى ما أتوقع، لكن كل مشى بدرب سبيله. فأقول مع الحب هناك معاناة بسيطة. يقول
يا زين حظي بالمحبة ما هو زين، كل ما أطش القاع تنبض طشاشي. شوفي ترى عمري 23، فاقد من الدنيا العريضة اندهاشي. اي والله حبت قبل ويضن الحين، يا زول كل ما مر زاد انتعاشي. معقولة عن حب الوفي ما تعرفين، ما لا حلت في ربكتي وارتعاشي. حبي تشوفينه مع نظرة العين، لو ان لساني ما حكى ولا طرا شي. من نور وجهك لو بليلة تمرين، لو كنت أصور دستي هيبة فلاشي. أمر من شارعك لا شغل ولا شيء، بس المهم إني بشارعك ماشي أمانتك. ما دامي حي لا تحبين، حبي ليسار لحد لي فراشي. حبي ولكن له غزل لا تقولين، يغار عظامي ولو هشاشي. صح لسانك. صح الله لسانك. سلم قلبك أستاذ. الله يسلمك. عدا الحب هناك حادثة فراق صديق، أخ عزيز، إنسان أثرت فيك، فكمان كتبت بالفراقيات أستاذ وأبدعت. حابين كمان ولو نسمع شيء من الفراقيات اللي أنت كتبتها. الفراق يقول أبيات كتبتها عقب وفاة والدي لك طولة العمر، الله يرحمه. يقول يا الراحل اللي نازل بقلب مغليك، يا الميت اللي عايش في جفوني. ودعت في قلبي جروح تناديك، ثم انقطع حسك وفارق أذوني. يا ليت جيلان حوت بيض يديك، ترحمك كثر الشوق للفارقوني. أداري الدكتور وأقول ناسيك، وأنا الصحيح الحين زادت طعوني. دكتور ما أقنع بكلمة أداويك، قبلك مشاف الشام ما عالجوني. صح لسانك والله يرحم والدك وتغمدوا برحمته أستاذ. آسفين نحن فتحنا جروحاتك، لكن هي هو حال الدنيا. نعم. الشعر، أنواع الشعر كثيرة، أهم أنت يمكن أجدت نوع الشعر النبطي. النبطي وين تجد نفسك بهالأنواع اللي ذكرت إن هي أكثر شيء محببة لك؟ عدا راح تسمعنا نبطي. جد نفسي مدح القبيلة، يعني حبي الربع ولا يشمر ولا يهونون من يسمعون. طغى على كل شعور عندي. طغى على أشعارك حب القبيلة، أنه الشاعر بن بيته. نعم، حب الطناية، يعني طغى على كل شيء. فأقول اللي لابة من دونها الشمخ تراب، راحت عداها ملحي واللي جابه. واللي ديرة عيت على كل دباب، يما على يدينا تنوخ ارتابه. شمر هلي لا قلتها صابا رهاب، تني يدوخ من السطر والمهابة. نحشم بنات الجار له من الأجناب، يصبح شريط الدم تنه قرابة. ودخيلنا من دونه أموال ورقاب، من حسابنا يحسب حسابه. نحشم بنات الجار له من الأجناب، يصبح شريط الدم تنه قرابة. ودخيلنا من دونه أموال ورقاب، من حسابنا يحسب حسابه. واللي حسد شمر على هيبة الداب، جتنا بدم عيالنا ميش لابا. للحرب عراب وللشعر عراب، وينبيك عن أصل الوليدة جوابه. ما نبني أبي طالب ولا ولد خطاب، لكني ذيب بلقى ينغزابه. أضحك بنيباني وصافح بمخلاب، ولم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. شكرا أستاذ محمد وصح لسانك. استوقفني معك الشعر النبطي. هل كتبت شعر نبطي؟ وشو هي القصيدة المحببة لك، القصيدة اللي أبدعت فيها؟ النبط اللي ذكرته طبعا كله نبط، لكن يتطرق الأنواع ما بين حزن وفراق وحتى مديح. من ناحية قصائدك المحببة لك الشعر، مجال شعر نبطي. أنا ما اخترعت نوع جديد، لكن دمجت ما بين فصحى فتنتهي بنبطي. هذا من النوع اللي يسمونه شعر التحلية أو شعر الحلاوة، من نوع يعني تدخل فيه مزج. فأقول لو تعلمين برمش عينك ما فعل، الله. حتى فقدت في اللقاء لساني. كل المشاعر قد يبوء بها الفشل، تفنى أمام جمالك الرباني. الله. كل القصائد من مديح ومن غزل، أعيا عليها نبيذك الروماني. من يوم لقيانا أردد لم أزل على مفاتن حسنك الإيراني. عامين لو قابلت وجهك لن أمل، من ذا يمل علاجه الروحاني. دخيل الله ايش هالعيون ايش هالكحل، اللي هزمتني بقاعي وميداني. لي تستجيني ولا يجيني أزعل، وإن جيتي انتي مضي شيء ثاني. صح لسانك أستاذ محمد عن جد.
أشعارك طيبة وممتعة ومشوقة. الله موضوع الشيلات، نعم كتبت شيلات أنت بالفترة الأخيرة؟ نعم لأحد الفنانين، لأحد المطربين، لأحد الملحنين اتصل فيك، سمعها، حاب انه ياخذها منك ويصير في بينك وبينك تعاون؟ صار هالمجال هذا؟ حدث ذلك. انا سمعت صارت قصه معك، حاب اسمعها. حدث ذلك، لكن بالعربي لم يكن هاك المبلغ المغري. يعني اليوم احنا كشعراء اذا تتخذ من الشعر سبيل الهوايه فهو هوايه، واذا تتخذه سبيل المهنه فهو مهنه. انت استاذ محمد تتخذه هوايه ام مهنه؟ ام حسيتك عند موضوع الماده وقفت شوي؟ سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين يعني اليوم انت كشاعر يعني حتى الشعراء الخليج اللي لهم جو مناسب عكس شعرائنا يا سوريا ما فيها الاجواء المتاحه. حتى شعراء الخليج على رغم الخيرات اللي عندهم وعلى رغم كل شيء متاح عندهم ما يطلع على الامسيه الا بمبالغ باهظه تصل الى 100,000 ريال. استاذ محمد انت تفضل الماده انها كماده تفضلها ولا تفضل النجوميه؟ تختار بين النجوميه ولا بين الماده ولا تمزج بين اثنين، ماده ونجوميه؟ لا انا النجوميه اكثر من الماده. لك النجوميه اكثر من الماده. لأن النجوميه راح تجيب الماده. النجوميه تجيب لك اكثر من نوع، اكثر من نوع. استاذ محمد حابين نسمع شيله من شيلاتك الطربيه واللي كتبته في الفتره الاخيره. نعم هي واللي صارت اتصال مشان موضوع انك تتعاون مع احد المطربين وما صار اتفاق. هي اكثر واحده هي شيله صباح الخير والسكر، حابين نسمعها. اللي تمت ملايين المشاهدات مع المنشد طلال عارف. يقول صباح الخير والسكر يعيد الصايم من افطر، جمال الروح والمظهر جمعته يا بعد حي، غزال بمشيتك غرنوق يبو شعر النهر مدفوق، غلاتك فوق كل مخلوق واغلى من ولد خيي، مكمل ما تبي عازه شامه وخد وغمازه يا تحفه وفاخر طرازه تعالي بظلي وفيي، يا تحفه وفاخر طرازه تعالي بظلي وفيي، وخايل شوفة تسيريم يا ليت اللي بحضن تنيم، وحس اني عبرت الغيم وشوفت ليت متهيي جريح وقلبي مضمد وسايل دمعي فوق الخد، يا ليت تعود ونجدد وبيض معك ماضيي. ان شاء الله تعودون تبيض ماضيك استاذ محمد ونبيض ماضينا نحن زاد. نعم الله يكرمك. شيلة النوب استاذ محمد، حابين نسمع وحدة النوب. ابشر الشيلة يقول هي كانت عراقية منشدها منشد كويتي، يقول أريد أنسى ولا أنسى اللي عليه الروح ذبلانة، تلاشت كل محبتنا تدور شلون دنيانا، تدري بفرقتك يا فلان مثل الفارق إخوانه، ويطول الليل يا غايب وجسمي ناحل وذايب، ألم من حالي ثم ألقاك مثلي هم بعد دايب. صح لسانك استاذ محمد. بالنسبة لموضوع الشعراء جدد والداخلين على المجال الشعري جديد، نعم، شو توجه لهم من هالمنصة هاي، من هالبرنامج هذا؟ أنا أوجه لهم إنه ما يندفعون. أنا لاحظت إنه هناك اندفاع، يعني يكتب قصيدة سواء كانت موزونة أم مي موزونة نشر، لا تأنى وشوف القصيدة هي مناسبة للنشر أم غير مناسبة للنشر، هاك الوقت انشره، لأنه اليوم هي بتاريخك راح تدخل. حتى إذا كنت شاعر مع بعد سنة سنتين صرت شاعر مبدع، هذه راح تظل وصمة عار راح تظل بتاريخك هذه. خلاص أنت نشرتها، مخليه لما تصير أكثر وأكثر وتتقن الشعر أكثر انشر، هاك الوقت ما حد قاضبك. لما تكون نجم اطلع على الأضواء، لما تكون نجم وجاهز اطلع، لا تغرب روحك. حابين نختم معك أستاذ محمد هذا اللقاء الشيق اللي ما نحاب نختمه مع الشاعر الفطحل. نعم. قصيدة غزلية. يقول قصيدة اللي حصل معي أنا والغزل ما حنا ربع. أنا بروح وظنتي آخر لقى، لكن تبقى اللي على قلبي يمون، صحيح بعد الدرب والغيبة شقة، بس مو ضرور غاب واحدنا يخون، إذا خذيت القلب والعين شبقة، عمرك سمعت أشخاص تعشق بالأذون، والعيون اللي ملكته احرقه، أخاف يحلى غيرك بهذه العيون، وانقالوا الناسيك كلهم ما هقى، والله فلا أنسى ولا هم يحزنون. صح لسانك أستاذ محمد. أشكرك في نهاية هذا اللقاء، وأعزائي المشاهدين والمستمعين في برنامج حكايا الناس. أتمنى أن نكون قد نلنا استحسانكم وأسمعنا أذانكم، ونتمنى لكم كل التوفيق والخير، والأستاذ محمد دوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار، ونشكره على هذا اللقاء
كل الشكر لقناتكم الكريمة والكادر كاملا. شكرا استمتعت معاكم ولي الشرف. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، شرف. الله يعزك.